لما تتكلم عن بعض التصرفات الاستفزازية لبعض لاعبين. نعم. يعني احنا نتكلم عن المشروع الرياضي السعودي، جاء ليقدم للعالم أجمع منتج عالمي وصورة حضارية ومشهد مختلف. بعض التصرفات اللي تصدر من بعض الجماهير تجاه بعض لاعبينا العالميين اللي يخدمون دورينا لا تخدم هذا المشروع. تمام؟ يعني على سبيل المثال مثل ما ذكرت، لما يتم ترديد أسماء نجوم عالميين غير موجودين في دورينا بغرض أو بهدف استفزاز بعض اللاعبين العالميين الموجودين في دورينا، ما الذي سيقدم هذا التصرف لمشروعنا الرياضي؟ فإحنا من واجبنا دعم هذا المشروع والوقوف معه ومساندته بكل الأساليب، وهذه التصرفات أبدا لا تخدم هذا المشروع، وهي تصرفات للأمانة يعني يمارسها البعض في بعض الملاعب، وتصرفات تقدم صورة سلبية كمشهد رياضي. لذلك من خلال هذا المنبر أنا أطالب هؤلاء بتغليب جانب العقل على العاطفة. نعم. وأن ينسجموا مع هذا المبدأ ويساهموا معنا كمجتمع رياضي في خدمة هذا المشروع، وهي رسالة للجميع، لأن في النهاية نجاح المشروع الرياضي هو نجاح لنا جميعا بدون استثناء. لنا للجمهور. يعني نحن في النهاية ايش نبغى؟ كرة القدم هي استمتاع، هي متعة، هي نزهة الآن أصبحت.